مشاهدينا مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجكم كلام جريء على شاشة المصرية. في البداية مشاهدينا خليني أكون صريح مع حضراتكم، النهاردة الحلقة خارج إطار الإعداد المألوف، حلقة فرضت نفسها نظرا للأحداث المستجدة واللي بنعيشها تحديدا هنا قدام ماسبيرو. خلونا نتفق مشاهدينا على مبدأ يحكم حوارنا النهاردة، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: من آذى ذميا فقد آذاني. والإسلام مشاهدينا بروحه السمحة وتعليمه السامية بيؤكد دايما على التعامل مع غير المسلم بالحسنى وباللين وبالرفق في كل الأحيان. مشاهدينا طول عمر مصر معروفة بأنها بوتقة انصهرت فيها كل الأعراق والديانات والثقافات، وتكون مزيج فريد جدا من نوعه يندر أن تجده في أي مكان في العالم. كتير من المستعمرين والغزاة حبوا يلعبوا على هذا الوتر، وتر إشعال الفتنة الطائفية ما بين ما يسمى بعنصري الأمة مسلمين ومسيحيين، وفشلوا فشل ذريع. وقالوا بعد ما حاولوا ده وفشلوا فيه أن مصر لا يمكن تخترق من هذه الناحية. للأسف مشاهدينا من آن لآخر في الفترة اللي فاتت كنا بنشوف أحداث بعيدة كل البعد عن روح الدين المسيحي وروح الدين المسلم تماما. خلافات بتبدأ عادية لكنها بتصعد وتتصاعد عشان تبقى خلافات بين ما يقال إنهم طائفتين. حدث أخير مشاهدينا بيحصل هذه الأثناء هو حدث كنيسة الشاهدين في قرية الوصل بأطفيح، وما ترتب عليها من خلافات اشتعلت، وما يقال من حصار المبنى اللي تم ضربه، وكمان التظاهرات اللي بنشوفها يوميا قدامنا النهارده في ماسبيرو. هنتكلم مشاهدينا النهارده في برنامجنا في كلام جريء، كلام جريء بجد، وهيكون منورنا في الحلقة كلا من القس دميان توفيق، الكاهن بكنيسة ماري جرجس بالبدرشين. أهلا بحضرتك معانا، منورنا. اهلا وسهلا. منورنا كمان مشاهدينا القس باخوميوس، الكاهن بكنيسة القديسة عذراء مريم بمزغونة. اهلا وسهلا. أهلا بحضراتكم معانا. احنا بنأمل ان شاء الله ان احنا يعني نخرج ولو بحل توافقي من خلال حلقتنا النهارده، لكن اسمحوا لنا قبل ما نبدأ نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا. فاصل مشاهدينا ونكمل معاكم حلقتنا النهارده في كلام جريء. سكت الكلام في لساني والوضع مش إنساني، مسلم ومسيحي ما كلنا مصريين. سكت الكلام في لساني والوضع مش إنساني، مسلم ومسيحي ما كلنا مصريين. لا عمر فرق بينا عدو ولا دين، وهنفضل دايما ايد واحدة عايشين. وانصرنا يا رب دايما على الخاينين، واوعى تقول انا مين وانت مين، قول كلنا مصريين. مشاهدينا برحب بيكم مرة تانية فعلا النهاردة في حلقتنا الخاصة جدا من كلام جريء، وزي ما زميلي وليد بدأ فعلا الكلام، هي حلقة استثنائية جدا بسبب الأحداث الجارية في قرية سول، وبالأخص بالذات ممكن نقول إنها كنيسة الشهيدين ماري جرجس وماري مينا. أستاذ دميان، خليني أبدأ معاك الكلام. ويمكن يعني اتعودنا دايما نرى رجال الدين، إن كان يعني رجال الدين المسيحي أو الدين الإسلامي، على المنابر بيعظوا، بيتكلموا بالسلام، بيتكلموا بالمحبة، بيتكلموا بالفرح. لكن ويعني ولأول مرة بنشوف أعداد غفيرة من الكهنة في زي الكاهن بيقفوا أمام مبنى ماسبيرو ليتظاهروا، يعني في نقاط واضحة. أيوة. سبب هذه المظاهرات المطالب الأساسية. هو حضرتك سبب هذه المظاهرات هو هدم كنيسة الشهيدين بوصول مركز أطفيح، ومش عايز أقول تهجير أو أكتر من 1200 أسرة من منازلهم روعوا بسبب هذه الأحداث. فعلشان كده احنا مش بنطلب أكتر من حاجات بسيطة جدا، إن نأمن رجوع الناس دي إلى بيوتهم، ونرجو بناء الكنيسة في مكانها الأصلي
دي المطالب. مطالب، ونرجو محاسبة المخطئين ومحاكمتهم عسكريا. احنا دلوقتي عارفين ظروف الجيش، وعارفين ان الجيش ما نقدرش نلوم عليه في اي حاجة، لان الجيش مصاقله كتيرة وعبائه كتيرة، ويمكن هي الورقة الوحيدة الفاضلة لينا في البلد. فعلشان كده احنا ما بنطلبش من الجيش حاجات اكتر من حاجات بسيطه جدا. اسمح لي بس اعترض على كلمه الورقه الفاضله لينا الوحيده في البلد، لانه انتوا من اهل البلد ومحدش يقدر يقول غير كده. الفضل للمسلمين ومسيحيين، للبلد كلها كبلد، مسلمين ومسيحيين مع بعض. لان الشرطه ثابت، وامن الدوله ساب، وامن المركزي ساب، ما فيش الا الجيش اللي ماسك. والجيش لو اطلق رصاصه او تعامل حد بالقوه يبقى البلد ممكن تخرب. فعلشان كده احنا بصراحه من قيمه يومين اول امبارح رحنا قياده المنطقه المركزيه، واتقابلنا بسياده اللي هو حسن قائد المنطقه المركزيه، وقعد تقبل مننا وخد مطالبنا، واحنا قاعدين بمنتهى الامانه. سياده المشير اتصل بيه وقال له انا اتعهد ان انا هبني كنيسه زي ما كانت وفي المكان بتاعها، ويمكن في مده بسيطه جدا يمكن الاقباط هيعيدوا فيها فعلا عيد القيامه. هو اللي اتقال يعني تكمله على كلام قدسك يا ابونا انه هيتم بنائها قبل عيد القيامه، واعتقد انه ده رد مرضي جدا ولا ايه؟ حلو، رضانا جدا الرد دوت. وبعد كده لقينا قائد المنطقه المركزيه هو اللي طلبنا امبارح، فاحنا بصراحه رحنا له وقعدنا معاه، وقال سياده المشير زي ما قلت لكم امبارح امر بكذا كذا كذا، وانا هطلع بكره الصبح وهاخد معايا مقاول معماري وهطلع او مهندس معماري، وهطلع اشوف بناء الكنيسه، لو كانت تسمح تنبني على نفس الاساس هنبني، لو الاساسات بايظه نهد ونبنيها في نفس المكان هي. خليني اخد من كلام حضرتك طرف خيط واتوجه بيه كده للقس بخوميوس، واقول لحضرتك يعني خلينا نتفق برضو في بدايه كلامنا انه دايما تعامل النظام اللي فات مع المشاكل ايا كان نوعها كان بيبقى تعامل امني، بمعنى انه يعني الامن يخش يخلص ايا كانت بقى الخلاص، بس هو بيخلص بهذا الشكل. لكن طول عمر المشاكل كان مغيب عنها الحل العقلاني، الحل اللي فيه صوت الحكمه، الحل اللي فيه انفاذ القانون على من اخطا ايا كانت ملته ايا كان دينه. فهو يا فندم يعني اللي بيحصل في هذه الاثناء في هذه الكنيسه هو بعيد عن صوت العقل، بعيد عن صوت المنطق. سؤالي لحضرتك اين العقلاء من الطرفين؟ اين كبار البلد؟ اين من كل من تجمع له كبير يمكن ان يعني حد يتحدث اليه او حد يكلمه يقول له لم الناس عشان البلد تعود لطبيعتها مره ثانيه؟ فين الكلام ده؟ المشكله بتتحل كانت الاول بطرفين، خاصه مشكله القريه. المخطئين بياخدوا جزائهم تماما، والدوله تاخد اجراءها الامني في حل المشكله مع المخطئين. والمشكله نفسها اللي تسببت بتبقى في قاعده عرفيه بين الدوله نفسها او رجال الامن الاول اللي كان موجود قبل احداث 25 يناير تمام. مع العقلاء الكبار، وتبقى دي اسمها قاعده عرفيه، وبنقعد نحط بنود اساسيه لحل المشكله، وكلتا الطرفين يلتزم بيها، وتتحل المشكله بصوت العقلاء المفكرين كبار او رؤوس عائلات البلاد اللي بتبقى فيها مشكله. طب في طرف غايب دلوقتي، الامن مش موجود عشان يجمع الطرف الغائب الامن مش موجود. انا بفكر وبقول انه ممكن الجيش يدخل بقوته سلميا، واكد على كلمه سلميا كويس قوي، ويجيب الكبار بتوع البلد والعقلاء والمشايخ، ومنهم طبعا العنصر المؤثر دلوقتي في الشارع المصري الإخوان المسلمين، ويقعد مع الناس دي ويجيب أطراف تانية كتيرة ويفرض رأيه على الناس في حل المشكلة. صدقني حضرتك يعني العقلاء والحكماء مش محتاجين حد يحركهم، هم دول بيتحركوا من تلقاء نفسهم. لازم حد يحركهم أكبر منهم شوية، بحيث إنه يبقى التوجيه سليم وصحيح، ويبقى في قائد. الشعب المصري يحب عادة القائد اللي يقوده ويوجهه عشان يبقى هو المسيطر الوحيد، وكل الشعب من وراه يأكد على نفس الكلام ويقول له اوكي موافق الكلام. ثورة 25 يناير خرجت بينا عن المنطق ده تمام؟ لا طبعا خرجت المنطق، بدأت من الفيسبوك وتختلف الامور خالص عن فكر القرية. فكر القرية مختلف تماما عن احداث 25 يناير. اكمل كلامي لو سمحت لي.
امبارح حصل حوار تليفوني بيني ما بين احد الاخوان المسلمين، بيتصل بيا شخصيا في قريه مجاوره، في مش نفس القرية. قريتي انا اللي بخدم فيها، ويعني هو بيقدم كل اسف وكل اعتذار وبيساندني فيما حدث في قريه صول وخاصه للكنيسه. وقال لي تحت امرك، شوف لو حضرتك عايزني في اي خدمه فانا تحت امرك. فانا قلت له طب ايه راي حضرتك لو جمعنا ناس من العقلاء الافاضل اللي انا اعرفهم في قريتي اللي انا بخدم فيها كمسلمين واخوان ونروح. قال لي تحت امرك، ولو عايز بكره ما فيش مشكله. قلت له طب انسق مع قيادتي الكنسيه وهرد على حضرتك. عايزه اعرف يعني زي ما يمكن بدات كلامي في بدايه الحلقه انه لاول مره بنشوف تظاهره من قبل كهنه الكنيسه. طبعا. هل الكنيسه على علم بما يحدث، قاده الكنيسه، وهل مباركين فكره انه الكهنه يخرجوا للتظاهر؟ وكمان سؤالي كمان انه هل روح التحرير انتقلت الى داخل الكنيسه؟ وطبعا شفنا يمكن في التلفزيونات وكده انه بعض القساوسه خرجوا طبعا في مظاهرات 25 يناير. هل قصاد كل مشكله هتحصل هنرى هذا المشهد؟ نعم، ان احنا يعني واقفين قدام مسبرو دلوقتي، او في ميدان مسبرو قدام الاذاعه والتلفزيون، علشان مطلب وحيد بناء الكنيسه. بناء الكنيسه، والنمره الثانيه برجوع الامن والامان لكل المواطنين اللي موجودين في القريه. ده مطالبنا الوحيده دلوقتي. ولو احنا كقاده كنيسه ما خرجناش مع اولادنا، مين هيسمع صوتنا؟ مين هيسمعنا؟ اسمح لي يا ابونا اسال نفس السؤال اللي قدس ابونا دميان. هل الكنيسه مباركه؟ يعني قداسه البابا موقفه ايه من اللي بيحصل من الاخر؟ هو بصراحه علشان انا ما اكون صادق، ان قداسه البابا يمكن ما يعرفش ان احنا جينا هنا، او احنا ما خدناش. احنا عارفين ان هو في رحله علاجيه لامريكا حاليا. ويمكن برضو الانبا سودوسيوس يعني احنا بنيجي جايين لوحدينا كده بشكل شخصي بشكل فردي طبعا، لكن بتمثلوا الكنيسه. لكن بيمثل الكنيسه وده ابسط حاجه نقدر نعملها. يعني انا بصراحه يعني ما بلومش على الجيش في حاجه. انا بعذر الجيش، بعذره في موقفه الحالي ده، انا بذكره دي المره الثانيه. انا بعذر الجيش، بس انا كان ليا طلب بسيط خالص من الجيش. يعني انا الجيش دلوقتي العتب عليه انه واقف موقف المتفرج. يعني ايه؟ سايب اللي بيعمل يعمل وبيخلي انا بتفرج. اصل انا ما بقدرش اضرب، اصل انا ما بقدرش اعمل، واحنا موافقينه وعلى الكلام ده مظبوط قوي وواثقين الكلام ده قوي، بس كنا بنقول ايه؟ لاحظ حضرتك انه الجيش بيمثل يعني الشرعيه اللي باقيه اللي بتحمي كل المصريين ايا كانت انتماءاتهم. ما هو صح. فيعني انه تنفلت منه الامور ده شيء مش في صالحه اولا، ومش في صالحنا كلنا. يعني ما بنطالبش ان الامور تنفلت، احنا كنا بنطالب يعني بحاجه بسيطه خالص، وهو ايه؟ الناس اللي قاعده في المكان دوت المفروض بس ايه؟ يعني يقبضوا على كام واحد من الناس ديت يشوفوا. شرعي، اعتقد انه مطلب شرعي جدا، هو انفاذ القانون كمان، انه انفاذ القانون على كل من اخطا بحكم رادع عشان ما تتكررش هذه المآسي. حتى لتهدئه الامور. يعني احنا لو خدنا من الناس المظاهرين دولت 50 واحد 60 واحد، انا صدقوني انا مش بقول يعملوا فيهم حاجه، انا بقول بس عشان الامور تهدى الاول، وبعدين نشوف بعد كده ندور مين اللي سبب في الاساس ده ويحاكم، واذا حكم هتبطل كل الحكايه. يعني قدسك يا ابونا بتتكلم بمنتهى الحكمه الحقيقه، لكن يعني خلينا نقول انه لازم يكون في احكام رادعه لكل من اخطا طبعا، يعني ان كان مسيحي او مسلم طبعا. الاحكام بتنفذ على بالتاكيد القانون، دوله المساواه حقيقي. طبعا محتاجين نطلع فاصل بالظبط. مشاهدينا يعني خلينا نطلع معاكم فاصل ونرجع نكمل هذه الحلقه الخاصه جدا، خليكم معانا. اختلفنا في الديانة بس الأم واحدة هي مصر، مسلمين ومسيحيين مع بعض عايشين. مين اللي قال ده مسلم وده مسيحي وإن في فرق بينهم؟ الفرق موجود بس مش في عقلي وعقلك كمسلم ومسيحي. الفرق ده موجود عند كل متطرف وإرهابي عاوز يشوه أرض مصر، عاوز يزرع الخلاف بيننا وبينكم. يا اخوانا احنا المسلمين بنقول لكم انتوا اقرب الناس لينا، وبنقول مواطن مصري، ما قلناش مسيحي ولا مسلم. كلنا ولاد بلد، كلنا ولاد بلد واحدة، مسلمين ونصارى. ولادك يا مصر
ولادك يا مصر. مشاهدينا رجعنا من الفاصل وبنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده الخاصه جدا جدا من كلام جريء. خلوني قبل ما استأنف حواري وحوار ساره مع النهارده ضيوفنا في البرنامج أأكد على مشهد كان جميل جدا نقلته الشاشات أيام ثورة 25 يناير. مجموعة من المسلمين بيصلوا والمسيحيين حواليهم بيحموهم من رصاص الشرطة ومن مياه الشرطة. هذه الروح مشاهدينا يجب أن تسود في الفترة القادمة. لا يجب أن نفاجأ بما يسمى بصراع ما بين مسلم ومسيحي على أرض وطن واحد. نرجع نكمل كلامنا وبسأل القس دميان توفيق عن هذه الروح يا فندم ومدى استمراريتها اللي انتم لامسينها من خلال الرعاية والأتباع في الكنيسة في شتى أنحاء مصر. طبعا الروح حلوة جدا، واحنا كأقباط وكمسلمين شعب واحد وفيه محبة. ده احنا عندنا بيوصينا كده الدين بتاعنا: حبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. فاحنا دايما بنقابل الناس بالمحبة وبالمودة. فاحنا هدفنا كله ان احنا نكون أسرة واحدة، بيت واحد، عيلة واحدة، ما يكونش في تفرقة ما بينهم وبعض. وأنا واثق ثقة جامدة جدا إن فيه ناس مغرضة دخل في وسط الموضوع دوت. لأن على فكرة أهل القرية مش هم لوحدهم اللي موجودين، ده فيه ناس من قرى تانية موجودة بتساند أو بتشجع الناس ديت. فأنا بطلب بس كده يعني المطلب بتاعنا الرئيس النهاردة إن تأمين الناس يرجعوا بيوتهم، بس مش اكتر. تأمين الناس يرجعوا بيوتهم وبنى الكنيسة في مكانها. ده المطلب الثاني، بنى الكنيسة في مكانها. ايوه الكنيسة هم ممكن قالوا ممكن نبني لكم كنيسة وممكن نبني كنيسة كبيرة واكبر منها واحسن منها. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نفس الكنيسة الصغيرة بتاعتنا بس تكون في نفس المكان بتاعها، لا الا يتكرر كل مرة. هو حضرتك معظم الازمات او يمكن نسبة 99% من الازمات اللي بتحصل في مصر بتبقى يعني اسبابها شخصية، اسباب لها علاقة بالشرف، سمت علاقة بتربط ما بين مسلمة ومسيحي او مسيحي او مسلم ومسيحية، وفي الاخر كل طرف بيستقوي باقاربه من ناحية، فبيكبر الموضوع بياخد هذا الشكل. وهو في جوهره بعيد تماما عن الموضوع ده خالص. احنا نفسنا بقى يبقى ايه المواضيع الشخصيه ديت ما تخشش في الموضوع الدينيه والموضوع الطوائف. ده نفسنا الحقيقي العادات العرفيه يمكن زي ما وليد كان بيتكلم من شويه. طبعا اعتقد انه ده يعني حل شرعي جدا وحل عادل خصوصا في القرى الصغيره. يعني انا عايزه بس اتوقف عند الايه اللي قدسك ذكرتها يا بونا. قدسك قلت انه احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم. يعني نفسي نوضح اكتر لانه ممكن تساء فهم هذه الكلمات انه هل المسلمين اعداء؟ لا هم المسلمين مش اعداء، المسلمين احباء واخوه. لكن انه حتى الاعداء حتى الناس يعني حتى ايفن الاعداء مطلوب محبتهم. بالظبط محبتهم طبعا. نفسي من هذا المنطلق اساسا حقيقي طبعا نفسي من هذا المنطلق اكمل كلام مع ابونا بخوميوس. قدس ابونا كنت بتتكلم عن انه في شخص من الاخوان المسلمين كان بيتكلم مع قدسك بشأن التهدئة. يعني عايزين توضيح اكتر لهذا الامر. هو انا كلمني نيابة عن طلب مني من الاخ اللي عندي في القرية ان هو يتدخل مع الاخوان هناك لحل المشكلة، وفعلا هو اتصل بيهم وخلاه رجع كلمني انا شخصيا. فهو رد عليا وقال لي طبعا طلبكم في مكانه وفي محله، واحنا يعني نستنكر من ما حدث في احداث الكنيسة ولا مانع من بناء الكنيسة في هذا الموقع الاساسي. ممكن سيادة المشير والجيش عامة هياخد وقت والكنيسه تتبني، واحنا واثقين في ربنا الكنيسه تتبني ان شاء الله. بس المشكله في الناس مستعجله حقيقي. يعني هو الناس مستعجله. طب هل يا ابونا واسمح لي اسال ابونا دميان، هل النهارده يعني خروج ابونا متياس اللي كانت من ضمن المطالب ان هو يخرج من السجن، خروجه النهارده ده ما هو ده سرعه للرد؟ يعني هل اتقابل ازاي وده مش بيدي بارقه امل انه مطالبكم كلها تتنفذ؟ ما هو طبعا دي بارقه امل، واحنا بنشكر محبته جدا ان هو فعلا خرج ابونا متاؤس من حبسه. فدي خطوه حلوه جدا، واحنا بنشكر سياده رئيس الوزراء على ده. بس احنا يعني حضرتك انت ما تخيليش يعني 1200 اسره مشردين من بيوتهم، يعني شكلها
في مدارس دلوقتي، في ناس لها مصالح، في ناس لها طبعاً. لا هي مصر مؤاخذة تقريبا متعطله في طبعا كل كلها. حاجه موجوده بيوت عندهم. ومزارع طب الناس دلوقتي وحقول يروحوا فين ومواشي. ومزارعهم تروح فين والحاجات دي تروح فين؟ ده غير كده انهم عايشين في رعب، في رعب. ده القرى المجاوره صدقوني عايشه في رعب. القرى المجاوره المسيحيين اللي فيها قافلين على نفسهم وعايشين في رعب. طب اسمح فده لي، مطلب بس كده من سياده رئيس الوزراء ومن سياده المشير ان يحاول يامن لنا الناس دي ويرجعها بيوتها ان شاء الله كل ده هيتنفذ يا فندم، ودي مساله وقت وبالتاكيد يعني ده مش غايب عن حسبان قياده المجلس الاعلى بس احنا للقوات بنطالب المسلحه. بالسرعه فعلا في الوقت يا وليد. ان شاء الله. خلينا بس يعني نخرج من الاخص الى الاعم. آه، تنظيم دور العباده، وانا اقصد غير المسلمه في مصر، بيتبع خط اسمه الخط الهميوني، وده قانون قديم جدا جدا جدا. اما ان الاوان احنا نغيره ونخرج بيه لقانون عباده موحد دور عبادة ينظم. موحد. هو ما هو المفروض ده رأي حضرتك؟ املنا كده بعد ثوره 25 أيوة. ديت ان يكون فعلا في قانون لبناء دور العباده الموحد، وده يمكن يريح ناس كتير ويحل مشاكل كتير، بدل ما نتحاور ونعمل اماكن مش عارف باسلوب تاني وكده، ويحصل فيها برضو مشاكل، ويحصل فيها خناقات، ويحصل فيها قتل ناس ومش عارف ايه، فمالوش لازمه. يعني فاحنا نحل ايه؟ المشكله من جذورها. يعني هو بعد الحل المشكلة 25 من جذورها يناير فعلا. يعني كانت 25 يناير بتطالب بالديمقراطية مم. واحترام الآخر في كل شيء، في معتقداته وفي حياته الخاصة وفي آرائه وفي السياسية كل وفي آرائه كل السياسية وكله. فواجب علينا إن إحنا بقى 25 يناير غيرت، فالتغيير يبقى على الكل. يعني التغيير يبقى على المسيحي وغير المسيحي، بالتاكيد. يبقى التغيير عامة بقى. لو هنطلع احنا في العمومية يبقى التغيير على كله بقى. يعني نسيبنا ما قبل 25 وندخل على ما بعد 25 تبقى الديمقراطية. السؤال الاخير يا قدس ابونا قبل ما اتفضل. ننهي حلقتنا. انا عارفه ان انتوا بقالكم كذا يوم ما نمتوش، طبعا. من ضمن المظاهرات المستمره قدام مبنى ماسبيرو. ماذا سيرضي الناس اللي واقفه بره دي ويخليها تروح بيوتها؟ الناس اللي بره دي يرضيها حاجة واحدة بس انه يبدأ العمل دلوقتي في الكنيسة. في الكنيسة يبدأ العمل دلوقتي في الكنيسة زي ما سيادة المشير وعدنا ببناء الكنيسة. فاللي محتاجينه انه الجيش زي ما وعدنا وقال انه هشيل الانقاض كلها على حسابه، مش مشكلة قصة حسابه دي، وهيبدأ ببناء الكنيسة على حسابه. برضه أكرر وأقول مش مشكلة قصة بنائها على حسابه، لكن يبدأ العمل في الكنيسة. أول ما هنقول للشباب، واحد مننا هيقف كأب كاهن يقول للشباب يا شباب بدأ الجيش يشتغل في الكنيسة، كل الناس هتروح لبيوتها. هو وأعتقد اول حاجه إنه بس تامين. ايوه بالظبط كده. أأمن الناس، أول حاجة أأمن الناس. لو أمنت الناس ورجعتهم كل المشاكل دي هتتحل. بنى الكنيسة هتنبني، بس أهم حاجة التأمين. أنا أأمن الناس دي ترجع في بيوتها الأول، وبعد كده أدور بعد كده بنى الكنيسة. هو بنى الكنيسة مطلب رئيسي ولازم تنبني في مكانها، ده كويس جدا. وأأمن الناس، وأنا هبني كنيسة ومحدش هيصلي فيها. صح. أأمن الناس الأول يخشوا بيوتهم، وبعد ما أأمنهم أكيد الأمن اللي هيجي على الناس هيجي على الكنيسة، وهتتأمن الكنيسة وتتبني الكنيسة. فاحنا بنطلب من سيادة الوزير من سيادة المشير طنطاوي ان هو بس سرعة تأمين الناس دي ورجوعها لبيوتها، وبرضه انشاء الكنيسة في مكانها. ان شاء الله. اضيف لكلام حضرتك جمل سريعه. مشاهدينا عقلاء هذا الوطن مش محتاج يعني صف يتعكر مره تانية بحسبه ما بين مسلمين واقباط. الوطن في اشد الحاجه دلوقتي للوحده، في اشد الحاجه دلوقتي للافاقه، لمواجهه الاخطار اللي بتتهددنا جنوبا وغربا وشمالا، عدو يرابد. مصريين يعني لازم نتحد على كلمه، ولازم نثبت ان هذه الثوره نبيله وستحقق ان شاء الله اهدافها بتكاتف وعمل المصريين. كلام رائع جدا يا وليد. اسمح لي اكمل على كلامك واقول انه بحسب الشعارات اللي احنا شايفينها قدام المبنى انه مسيحيين ومسلمين ايد واحده، مصريين مع بعض هنبني بلدنا وهنحافظ عليها. زي ما وليد يمكن كان بيتكلم ضد اي عدوان خارجي او افكار هدامه اتزرعت جوانا بشكل او اخر. واثقين قوي انه الجيش هينفع انه يؤمن هذه القريه، وهينفع يبني هذه الكنيسه ويعمل كل وعد بيه. في النهايه بشكر
يا رب. في النهايه بشكر الاباء اللي كانوا منورينا النهارده، قدس ابونا دميان توفيق كاهن كنيسه مارجرجس، شكرا لقدسك يا ابونا، وكمان ابونا بخوميوس القمص افرام كاهن كنيسه القديسه العذراء مسغونه، شكرا لقدسك يا ابونا. نورتونا يا جماعه، شكرا جزيلا. مشاهدينا بنشكركم جدا وبنتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم، ونشوفكم في حلقه جديده وكلام جديد.